ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هكلمكم عن ملل الاجازة. ولو عندك بي سي البطيخة اسمحوا لي ما اقولش بي سي واتكلم زي ما كنا بنقولها زمان، الكيسة. لو عندك الكيسة دي اللي كانت عند كل الشعب المصري وسواء عليها ويندوز اكس بي او 7، النهاردة هجيب لكم احسن العاب تلعبوها على الكيسة دي على ويندوز اكس بي او 7. العاب هتنسيك ملل الاجازة وهتبعدك خالص عن اي شعور ممل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلوك جديدنا اول باول. يلا بينا. هنبدأ بأحسن ألعاب تقدر تلعبها على ويندوز اكس بي. لو عندك ويندوز 7 وعايز تشوف الألعاب بتاعت ويندوز 7، انتقل للدقيقة اللي هتظهر لك على الشاشة. انتقل للدقيقة اللي هتظهر لك على الشاشة أو من الشريط تحت. بس نصيحتي شوف الفيديو كله، يمكن يعجبك لعبة من ألعاب ويندوز اكس بي. يلا بينا. رقم 1 جن، لعبة نزلت على بلاي ستيشن 2 في نفس الوقت اللي نزل فيه أول جزء للعبة Red Dead، وكان بعنوان Red Dead Revolver. جن لعبة تشتغل على أضعف الإمكانيات بقصة حلوة هتحسسك إنك بتلعب Red Dead وهتنسيك من الأجازة. فلو نفسك تلعب لعبة Red Dead ومعندكش جهاز قوي فحمل جن، حتى لو جهازك غسالة يبقى جن الاختيار الأمثل ليك. رقم 2 GTA 4. هو ينفع اشغل GTA 4 على ويندوز اكس بي؟ بس مش كل نسخ ويندوز اكس بي بتشتغل بس على ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3. تقدر تلعب GTA 4 على ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3. ولو عندك كارت شاشة 1 جيجا يبقى كده زبادي خلاط. تقدر تشغل GTA 4 على الامكانيات دي. فلو زهقت من GTA فايس سيتي وسان اندرياس و3 جرب GTA 4 وهتدعيلي. رقم 3 لو بتحب ألعاب الفيرست بيرسون شوتر يبقى اللعبة دي واللي جاية ليك. دوم من الجزء 1 ل3 وأحسنهم 3 تقدر تلعبها على الإمكانيات دي على ويندوز اكس بي. رقم 4 سيريوس سام من 1 لحد 3 تقدر تلعبهم، وخصوصا الجزء الثالث اللي بتدور أحداثه في مصر. فجربها وهتدعيلي لأنها بتشتغل على أضعف الإمكانيات. لو جهازك غسالة فعلا هتشغلها. رقم 5 لو بتحب ألعاب السوبر هيروز اللعبة اللي جاية دي ليك. باتمان أركام أسيليوم وسيتي تشتغل على ويندوز اكس بي وعلى الإمكانيات دي. جربها ومش هتندم. رقم 6 سبايدر مان 3 تقدر تلعبها على الامكانيات دي على ويندوز اكس بي، بس ستيل لعبة حلوة وتستاهل انك تجربها. لو بتحب العاب السباق فاللعبة دي واللي كمل انت بقى، مش هفضل قاعد وفرق. لعبة نيد فور سبيد كاربون بجرافيك جميل جدا تشتغل على الامكانيات دي. صدقني لعبة سابقة عصرها في الجرافيك فجربها. رقم 8 لور، افضل لعبة سباق من حيث كل حاجة تقريبا. لعبة تشتغل على اضعف الامكانيات وتستاهل انك تجربها. مستني ايه؟ يلا جربها دلوقتي. رقم 9 نينجا بليد، لو عايز حاجة شبه ديفل ماي كراي وجاد اوف وور كده يبقى اللعبة دي ليك. نينجا بليد هي الخيار ولا الطماطم؟ ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. نينجا بليد هي الاختيار الامثل اللي تقدر تلعبها على الامكانيات دي. رقم 10 والاخيرة ومسك الختام Assassin's Creed 1 و 2 تقدر تلعبها على الكيسة بتاعتك. لو عندك الكيسة دي دلوقتي طلعها ونضفها وشغلها، ولو مش عليها ويندوز نزل عليها ويندوز اكس بي
وابدأ العب الألعاب الجميلة دي وانسى بيها ملل الأجازة. دلوقتي نيجي على ويندوز 7 رقم 1، ونبدأ بألعاب السوبر هيروز. The Amazing Spider-Man تقدر تلعبها على الإمكانيات اللي هتظهر لك على الشاشة دلوقتي. رقم 2، الجزء الثاني من The Amazing Spider-Man وتقدر تشغلها على نفس الإمكانيات تقريبا. رقم 3، باتمان أركام أوريجينز تقدر تلعبها على الإمكانيات دي، فمستني إيه؟ يلا. رقم 4، The Saboteur لعبة عالم مفتوح تقدر تلعبها على الإمكانيات دي، جربها وهتدعي. رقم 5، The Darkness لعبة مظلمة بأجواء حلوة ومن أروع الألعاب اللي تقدر تلعبها على ويندوز 7. رقم 6، سوبر ميت بوي تقدر تلعبها على الإمكانيات دي، بس نصيحة مني لو خلقك ضيق ما تجيبهاش لأنها محتاجة خلق واسع جدا. عارفين كاب هيد؟ نفس الفكرة وأصعب كمان. فلو عايز لعبة تخليك تكسر الجهاز بتاعك هي اللعبة دي، بس يعني ما تكسروش عشان تلعب باقي الألعاب. فلو خلقك ضيق بلاش تلعب لأنها محتاجة طول بال، ولو ما عندكش طول بال تقدر تشتري واحد جديد طويل. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ رقم 7، Call of Duty رقم 7، Call of Duty Black Ops تشتغل على الإمكانيات اللي هتظهر لكم على الشاشة، من أحسن ألعاب الفيرست بيرسون شوتر، جربوها وهتدعولي. رقم 8، Just Cause أنا شفتها حلوة بس ما أعرفش قصتها وكده، بس هي شكلها ومن الشكل اللي هظهر لكم دلوقتي على الشاشة شكلها لعبة محترمة وتستاهل إنك تجرب. رقم 9، اللعبة العظيمة The Witcher. طبعا في ناس هيقولوا لك Witcher 3، أنا هقول لك لأ، Witcher 3 محتاجة أجهزة قوية. أنا بتكلم هنا عن الجزء الأولاني والتاني، تقدر تجربهم على الجهاز بتاعك وصدقني عمرك ما هتزهق منها، فجربها. رقم 10، مسك الختام، نفس مسك الختام بتاع ويندوز XP. ألعاب Assassin's Creed تقدر تلعب الأجزاء اللي هقولها لك دلوقتي من Assassin's Creed. احنا وقفنا هناك على Assassin's Creed 2. تقدر تلعب الأجزاء اللي هقولها لك دلوقتي على ويندوز 7، Assassin's Creed Brotherhood و Assassin's Creed Revolutions. تقدر تلعب الجزئين دول على ويندوز 7 وويندوز XP، وهتلاقي إمكانيات الجهاز المتطلبة لتشغيل الألعاب دي. بعد كده في 3 أجزاء تقدر تلعبهم برضه على ويندوز 7، Assassin's Creed 3، Assassin's Creed Black Flag و Assassin's Creed Rogue. تقدر تلعب الألعاب دي على ويندوز 7 والإمكانيات بتاعتهم هتظهر لك دلوقتي على الشاشة. فلو عندك جهاز قديم وعايز تشغله وتلعب عليه الألعاب الجميلة دي وتنسى بيها ملل الأجازة، يلا ننظف كيستك وابدأ اشتغل عليها. سلام.